السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن السعادة او طواجن الشوكولاتة. عملت الاربع طواجن ببيضة واحدة ومكونات اقتصادية كلها في البيت، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا في القناة ومتنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل وحطوا لايك للفيديو ده، وتعالوا مع بعض نشوفوا المقاديرنا ايه. اول حاجه في المقادير معايا نص كوبايه دقيق، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ومعايا بيضه، ومعايا معلقتين كبار كاكاو خام اسباني، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، وفانيليا، ومعلقتين كبار نشا. كل المقادير ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف بالتفاصيل. اول حاجه هجيب الدقيق، هحط عليه معلقتين النشا. بصوا هم عملوا معايا 4 معالق صغيره بتاعه الشاي اللي هي بنقلب بها الشاي. تمام. ده كده انا بكمل المج بتاع المواد الجافه. وحطيت كمان معلقتين الكاكاو الخام الاسباني الكبار. ودي مقادير طبقه الكيك اللي من تحت. تمام. هجيب بقى البولة وعليها مصفى كده عشان انخل المواد الجافة، عشان الكاكاو او الدقيق بيكون فيه تكتلات كده صغيرة، فاحنا ايه كل ده ننعمه كله بالمصفى او منخل. حطيت عليهم البيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، دي بتتجاب من عند اي عطار. حطيت منها نص معلقة صغيرة، ودلوقتي ضفت رشة الملح بتاع كل الكيكات. نخلتهم كويس. بصوا بقى التكتلات اللي انا بقول لكم عليها كده، بتعمليها كده بالمعلقة او بايدك لحد ما تنعم كلها، واي حاجة خشنة استغني عنها فورا. وكده المواد الجافة جاهزة. هشتغل دلوقتي في المواد السايلة، وهجيب بقى البيضة اللي هشتغل بيها للاربع طواجن. هفتحها كده واضيف عليها الفانيليا. ممكن تستعملي فانيليا سايلة، مفيش اي مشكلة. دلوقتي انا هشتغل في الخلاط. حطيت بقى البيضة وعليها نص كوباية السكر، وهضربهم كويس لحد ما يدوني قوام كده كريمي او لون فاتح ابيض. فهوريها لكم بقى دلوقتي. انا نسيت احط معلقه الخل في المكونات، دلوقتي حطيتها قدامكم مع البيضه ومع الفانيليا ومع السكر. بعد ما ضربوا وعطوني لون فاتح، هضيف عليهم نص كوبايه الزيت. معلقه الخل دي بتعمل يعني بتعمل محسن كيك. انا ما بستغناش عنها في اي كيكه الصراحه، بس انا نسيت احطها في المقادير في الاول. ودلوقتي بعد ما ضربتهم ضفت كمان نص كوبايه اللبن. المقادير كلها بسيطه، تبان لكم ان هي كتير شويه بس هي كلها بسيطه، يعني نص كوبايه، معلقه، نص معلقه من اي حاجه انا ضفتها. عملت معايا 4 طواجن. ال4 طواجن دول بيتباعوا بمبلغ يعني ما شاء الله. دلوقتي جبت معايا الطواجن بتاعتي دهناها زيت بس، ولا بطنتها ولا اي حاجه. ودلوقتي بقى هبتدي انزل الخليط السائل على الخليط الجاف، وهضربهم كويس بالمضرب اليدوي عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. اضربهم على يعني ناحية واحدة كده عشان الهواء ما يخرجش منها. بعد ما عطتني القوام بتاعها تقيل شوية، هنزل بربع كوباية مية مغلية في الاخر خالص. بعد ما ضربتهم كويس جدا مع بعض بالمضرب، نزلت عليهم في اخر حاجة خالص ربع كوباية مية مغلية. او ربع كوباية مية مغلية دي مهمة جدا. دي بتديني طراوة قوي للكيكة كده، وبتخليها الصراحة تحفة لكيكة الشوكولاتة. جربوها والله هتعجبكم جدا. وممكن تستعملوا الخليط ده تحطوه في صينية عادي وتعملوها كيكة عادية، مش لازم طواجن. ضفتهم بقى كده يعني كل واحد حطيت له نص كده، يعني مليت طواجن نصها كده بالخليط بتاع الكيكة، عشان طبعا هتعلى معايا. وحطيتهم في صينية زي بتاعة البسبوسة، وحطيت بقى كوباية مية سخنة في الفقاع في الصينية من جوه، يعني عشان يعني تديني كده طراوة ومتبقاش ناشفة، وكمان عشان دول فخار. تمام. بعد ما دخلتهم على درجة حرارة 180، قعدوا معايا بتاع حوالي ربع ساعة. خرجتهم اختبرتهم زي ما شفتوا، وغطيت وشهم عشان يبردوا، واكمل معاكم بقى بقية الطبقة التانية اللي هضيفها للطاجن الشوكولاتة.
اول حاجه معايا نص كوبايه لبن، وبنفس الكوبايه ضفت نص كوبايه ميه، ودول معلقتين معلقه ونص كاستر شوكولاته، اللي هو الكاستر اللي هو البودنج شوكولاته. ده بيتجاب جاهز من عند اي سوبر ماركت، اكياس كده، كيس رخيص برضو. يعني مش عارفه بكام السعر الصراحه، انا جايبه علبه على بعضها. هي دي يعني خدي منها معلقه ونص كبيره على كوبايه السائل اللي هو نصه ميه ونصه لبن. وكمان حطيت معلقة كبيرة من كاكاو الخام، حطيتهم على النار لحد ما سخنوا. وطبعا لازم اخليها غنية وطعمها شوكولات اكتر، فضفت مكعب الشوكولاتة اللي انتوا شايفينه ده، ضفته عليها ولحد ما ساح كده وتقلت القوام بتاعها. بس كده شلتها من على النار. مكعب الشوكولاتة ده مكعب شوكولاتة مطبخ عادي. انت تقدري تحطي اي شوكولاتة موجودة عندك، او ممكن كمان تستغني عنها بس عشان تعزيز الطعم يعني، وممكن تحطي نوتيلا. تمام. دلوقتي زي ما انتوا شايفين جبت الطواجن، شلت الوش بتاعها، طبعا هستخدمه في التزيين. بصوا انا دلوقتي حطيت ربع كوبايه لبن على معلقه كاكاو خام عشان اسقي بيها الطواجن. هي الصراحه ما كانتش محتاجه خالص يعني، بس انا ضفتها بردك عشان تبقى ايه يعني جوسي اكتر. دلوقتي بقى هضيف الخليط اللي انا عملته، اللي هو البودنج شوكولاته، او اللي هو خليط الكاستر والشوكولاته مع بعض ده. زي ما انتوا شايفين كده بردك بالتساوي مع على الاربع طواجن. على فكرة مش مكلفة خالص والله، كلها حاجات بسيطة خالص. زي ما انتوا شايفين، زي بعد ما ضفتهم وظبطتهم كلهم قسمتهم عليها، دخلتها يعني التلاجة كده شوية ت... يعني تسقع وتمسك نفسها. ده بقى الحاجات اللي احنا هزين بيها. طبعا التزيين ده على راحتك طبعا. ممكن تسيبها كده وتحطي عليها كيكة اللي هي خرجت منها، وممكن تضيفي الاضافة اللي انا ضفتها دي، اللي هي طبقة اخيرة من النوتيلا. النوتيلا خدت معلقة كبيرة نوتيلا يعني فكيتها كده بمعلقتين زيت على حمام بخار. ويعني بصوا ممكن تستغني عنها لو انتوا مش عايزينها، بس هي الصراحة عطته طعم حلو. وبعدين هي يعني ايه، حبة صغيرين خالص، هي مش كتير، هي معلقة نوتيلا بعد ما فكيتها بشوية زيت. بصوا بقى كده، حطيتها كده من على الوش كطبقة أخيرة. الصراحة عطته طعم تحفة. بساوي الوش بقى كده زي ما انتوا شايفين. والتزيين بقى عندي كان بسكوت اوريو. حطيت بقى كده ايه واحدة في النص كده على كل طاجن. التزيين ده يرجع لكم طبعا زي ما انتوا عايزين. انا كان عندي بندق، البندق يعني بيليق قوي مع الشوكولاته، بردك زينت بيه. ده طبعا حاجات اختياريه، مش حاجه اساسيه في الطاجن، بس بتديله شكله حلو. وبعدين سعر الطاجن ده وصل ل65 جنيه. فانت لو حسبتي التكلفة اللي احنا كلفناها ليه من اول الفيديو بالكيكة بكل حاجة، يعني الصراحة مش هتعمل حاجة خالص، يعني حاجة بسيطة قوي عن سعر الطاجن الواحد اللي احنا بنشتروه من بره. بعد ما حطيت كيكة فرمتها كده اللي انا مطلعتها من الوش، حطيتها كده حوالين البسكوتة، وزينت بقى بالقنصص بتاعت البندق دي. الصراحة في منتهى الجمال. كان طعمه تحفة جدا وعجب كل اللي داقه، وكمان شكله ظريف جدا. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون خفيف عليكم. ولو اول مرة بتشوفوني واستفدتوا من الفيديو، اوعوا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس على الكل، وتحطوا لايك للفيديو ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.